تحياتي. بص هقول لك، لازم اقول لك انت حبيبي. هقول لك ايه بقى؟ هقول لك الفرق بين اللي بينجح وبيعمل نجاح وبين الفاشل اللي بيعمل ضراب. الفرق ان كله حاجه واحده بس، البني ادم الناجح بيشتغل في اي حاجه بيعملها بحب وبينجح حصان، اسكان منصب، اسكان شغله، قلم بيكتب بيه رساله، ما دام بيعمل اللي بيعمله بحب يبقى هينجح وهيوصل، وفي الاخر رب العالمين هيكرمه. اما كل واحد ورا منصه او كل واحد بيألف ويهري بدماغه مش عارف ان احنا الوضع الحالي اللي احنا فيه، وان ازاي يقرا ما بين السطور ويفرش لرئيس السيسي الحاجات الجميله اللي هو بيفكر فيها للمصريين وللامه العربيه كلها. الرئيس السيسي الراجل العبقري الجميل ده اللي انا بحبه من اعماق قلبي عشان هو يستحق من غير اي شيء خالص، شغال بدماغ جميله جدا. كل المفكرين والعظماء والعبقريه يقول لك سيناريوهات ويهروا في كلام، وفي الاخر اللي بيتم قيادتنا الحكيمه بيطلع خارج الصندوق، اللي بيلم ويجمع ويطبطب وبيطفي النار. رئيس سيسي موجود رساله من رب العالمين، جاي الارض علشان يطفي نار الطاغوت، يطفي نار الفتنه. الفتنه هي دي ايامها، والرئيس سيسي برسالته الجميله وبعقله العبقري وبصبره على الجهله، صبره على الجهله وعلى اللي بيغردوا خارج السرب واللي مش فاهمين، والناس الجهله اللي هو صبر عليهم بحكمته وبنور عقله، ربنا يقويه عليهم يا رب، بدل ما يفرشوا له ويجهزوا له علشان يبدع ويشتغل ويحقق. هو من غيركم بيعمل ربنا نصره وبيعمل كل حاجه. انتوا بس اعملوا عليكم وبطلوا هري وبطلوا افتكاسات سيناريوهات ملهاش اي لازمه وفي الاخر مش هيتم منها حاجه، بس احنا بننسى اللي انتوا قبل كده قلتوا عليه ويلحق ويلحق ومصر والحقوا ويحصل، وفي الاخر رئيسنا العبقري بيرسي السفينه مكان ما هو عاوز. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عاش الرئيس السيسي، عاش الوطن العربي حر. يا رب يا رب اسند قيادتنا الحكيمه ونور قلوبنا جميعا وجمعنا على كلمه واحده وهدف واحد لحد ما نبقى نكون قد تاريخنا وقد الرساله اللي ربنا مكلفنا بيها. احنا الامه الوسطى المصريين. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عاش جيش بلادي، عاش القائد العظيم، عاشت مصر حره، عاش الوطن العربي. يا رب جمع ما تفرق، ويا رب نطفي النار ونصب على الضلمه نور. تحيه من بستان مواطن مصري بيعشق تراب بلده. تحياتي ليكم جميعا، بحبكم كلكم.